السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي المتواضعة. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اللي مريض الله يشافيه، واللي مقلق الله يفرجها عليه، واللي عنده شي هدف الله يدير ليه الطريق والصديق يا ربي يا كريم. وصفة اليوم غتوفر عليك الجهد والتعب، وغتخليك محترفة في الملاوي المبتدئات وحتى خواتاتي اللي مكيصدقش ليهم وكيجيهم قاصح ولاصق. من اليوم غتولي ديريه بينك مغمضين وتفرحي بيه وليداتك ومولا دارك. الى عجبكم الفيديو وشفتوا راسكم استفدتوا منه ولو بالقليل، ما تنسونيش من واحد الاعجاب وتعليق ولو كان انتقاد، وشاركي اختي هذا الفيديو مع صحاباتك واهلك وحبابك، واشتركي في القناة باش يوصلك كل جديد. يلا نبداو على بركة الله. في الخلاط ولا في كاس الخلاط غنديرو 2 ليف ديال الماء، غيكون دافي شي شويه، وزلافه ديال الفينو والسميد الناعم، شويه ديال الخميره وهذه ضروريه، شويه ديال السكر وشويه ديال الملح، وغادي نخلطو هادشي مزيان حتى ما يبقاوش هذوك الحبيبات ديال السميد الناعم كيبانو. نوضعوه في اناء وغنزيدو عليه 2 سلايف ديال الدقيق الفورص المسمد، اولا ديري دقيق الحلويات اللي بغيتي. هنا ما كتدلكي ما كتعذبي ما والو، غير غادي تخلطي الطحين وتنسجم لك العناصر. انا كنوريك ورق الغار كنديرو للطحين باش ما يبخش. خدت لي العجينه 3 ديال السلايف ديال الفورص، صافي غادي نخلط الدقيق ونجمع العجينه غناخد ساشي وندير فيها شويه ديال الزيت وغندير فيها العجينه. الوقت اللي غادي نطرف هذيك البلاصه ونغسل دوك المايونيز اللي ناولت فيهم ونرجع ليها، يعني ما نخليهاش واحد المده طويله، 6 دقائق 7 دقائق ونرجع ليها، حيت هاد العجينه ما كتحتاجش تبقاي تسنيها حتى ترتاح ولا تعجنيها في الصباح وتسنيها حتى العشيه طالقه راسها لراسها وانت غتشوفيها كتولي بحال شي مسكه تتجبد. هنا خديت 2 معالق ديال الفينو ومعلقه ديال النشا ومعلقه صغيره ديال الخميرات الحلوه، دوبت شويه ديال الزبده وزدت عليها شويه ديال الزيت وخديت واحد شويه ديال الزيت باش نورق. وهي العجينه تبارك الله ما شاء الله جات غزاله مطلوقه، ما فيها لا سمره ولا عذاب وما كتضيعش الوقت بزاف، يعني ما يمكنلك ما غاديش تعجنيه في الصباح وتسنيه حتى العشيه تصايبيه في بلاصتو كيتصايب. هنا غنقطعو الكرهيات على حساب الرغبه، غندهنهم بالزيت ونغطيهم باش ما يديروش ليا ديك القشره من الفوق.
وغنبدا نطلق في البلاصة. يعني طريقة سهلة بسيطة ما فيها لا تعب لا جهد، غتوفر لك الوقت والجهد بجوج. صافي كندهن المكان اللي غادي نطلق فيه العجينة بالزيت، وكنطلقها هادي. كندهن بالزبدة ونرش بشوية ديال الطحين ولا الدقيق. صافي كلشي واضح في الفيديو. كنخليها ترتاح شوية ونرجع اللي قبل منها نطلقها شوية ونطويها، ونحاول ما نزيرش يدي مرخوفين. نجمع الاطراف ونخليها ترتاح شوية. هذاك شويه ديال الخميره اللي درنا هو اللي ما غاديش يخليها تجي لاصقه وقاصحه، كيخليها تجي شويه رطبه و مفركه كما كنقولوا. العجينه تبارك الله مطلوقه وكتعطيك الضوء. كنستمر حتى كنكمل كلشي. وهنا غنبدا نكرس، غنبدا بالاول اللي صايبت وغنضرب عين الوسط والجناب غنخليهم من الداخل كنخرج لبرا، يعني من الداخل كنخرج للجناب باش يجوني مورقين. صافي كنسخن المقله وكنرش شويه بالزيت في الاول وكنبدا نطيب، كنحطها في البلاصه كنقلبها. كنستمر كنبقى نقلب ونعاود ونقلب ونعاود حتى كطيب. ساهل ماهل. هاد الوصفة غتولي معتمدة عندك حيت ساهلة دغيا كتصايب وغتحمر لك وجهك كون على يقين. المبتدئات ديري كاريط ديال الطبخ، الورق ديال الطبخ ديريه على حسب الملوية اللي عندك باش تجيك ساهلة في الهزان. انا ربط نوريكم ولكن سخونة، خصي سخونة بزاف. صافي غنستمر حتى غنكمل.
السر كله في ديك شويه ديال الخميره وانك ملي تحطيها في المقله كتقلبيها في البلاصه وكتبقاي تقلبي وتعاودي وتقلبي وتعاودي كتبدا تنفخ. ملي كتنفخ صافي عرفي راه غيجي مورق. ملي كطيبيها كتحطيها وديري لها هاد الحركه هادي كيجي تبارك الله مورق. وهشيش ورطاب باش تكون فيه. خليتكم على خير، إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.